الرياضي وفي كرة القدم داخل القاعة مسيرة موفقة للبؤات الأطلس في كأس إفريقيا للأمم التي تحتضنها بلادنا، حيث حجزت منذ قليل بطاقة العبور للنهائي عقب فوزها على أنغولا بنتيجة 5 أهداف لهدف واحد. عبد الحق الشراد. بالقاعة المغطاة التابعة للمجمع الرياضي الأمير مولى عبد الله بالرباط استمرت العروض القوية والرغبة الجامحة للبؤات الأطلس في هذا العرس الرياضي الإفريقي الكبير، وسط أجواء احتفالية رائعة للجماهير المغربية التي حضرت بكثافة لتقديم الدعم والمساندة للاعبات منتخبنا الوطني اللائي يطمحن التتويج بهذا اللقب القاري. فبعد فوزهن وبحصص ثقيلة في المباراتين السابقتين أمام ناميبيا ب8 مقابل 1 وأمام كاميرون ب7 مقابل 1، تمكن من المرور لمربع الأقوياء. الجولة الأولى من هذه المقابلة الحاسمة أمام أنغولا عن دور نصف النهاية تميز بالاحتراز وعدم المجازفة، فكانت بحق صارمة تكتيكيا، ورغم ذلك لاحت في الأفق بعض فرص لمنتخبنا الوطني. المدرب الوطني عادل السايح أدار اللقاء دون تسرع لتفادي أي مفاجأة، وتمكن منتخبنا الوطني في منتصف الشوط الأول من افتتاح التهديف بواسطة اللاعبة ضحى المدني. هذا الامتياز لفائدة المنتخب الوطني المغربي لم يدم طويلا، إذ ستتمكن اللاعبة جالمينا من إعادة المقابلة سكة التعادل في الدقيقة 18. الجولة الأولى بين المنتخبين انتهت بهدف داخل كل شبكة. في أولى بدايات الشوط الثاني سيطر نسبيا المنتخب الوطني على مجريات المقابلة، مع إضاعة ضربة جزاء في الدقيقة 8 على انطلاق التباري من طرف اللاعبة ملاك زياد الكيلاني. إصرار لبؤات الأطلس للذهاب بعيدا في هذا الحدث الرياضي البارز ظل متواصلا، إذ تمكنت اللاعبة زينب الروداني من إضافة هدف ثاني تفاعلت معه الجماهير المغربية في كل جنبات القاعة. السيطرة المغربية استمرت وأثمرت هدفا ثالثا، والموقع هذه المرة اللاعبة ياسمين الضمراوي، فيما عمقت اللاعبة ضحى المدني الفارق لفائدة المنتخب الوطني المغربي فيما تبقى من دقائق هذه المقابلة، موقعة ثاني هدف لها في النزال والرابع للبؤات الأطلس. فيما اختتمت حصة التهديف في هذه المقابلة لفائدة المنتخب الوطني المغربي اللاعبة مريم حجري، لينتهي اللقاء بفوز رائع للمنتخب الوطني بخماسي مقابل هدف واحد، وليتأهل بالمناسبة للمباراة النهائية لهذه التدورة الرياضية الإفريقية الكبيرة أمام تنزانيا، ويتأهل كذلك لكأس العالم القادمة التي ستدور بالفلبين 2025. لبؤة الأطلس في طريقهن لكتابة التاريخ واعتلاء الصدارة الإفريقي على مستوى كرة القدم النسوية، فلهن ما يكفي لتحقيق هذا الإنجاز، فحظ موفق لهن في اللقاء النهائي إن شاء الله. ويحضر معنا لتسليط الضوء على المسار المتميز لبؤات الأطلس السيد مهدي القشيني، إطار وطني ومحلل رياضي متخصص في كرة القدم داخل القاعة. أهلا بك. شكرا لك الأخت مريم، وتحية لكافة طاقم البرنامج. مرحبا بك. إذن كيف حققت لبؤات الأطلس هذا الإنجاز بالتأهل لنهائي الكان الإفريقي على ضوء النتيجة الإيجابية المميزة في مباراة النصف والتي لم تكن سهلة أمام اللبؤات؟ اكيد اول شيء وجب تهنئه المنتخب الوطني المغربي النسوي، يعني الاطار الوطني كوتش عادل السايح وكافه افراد الطاقم سواء المساعد عصام اوديس او باقي اللاعبات، لان كان واحد العمل كبير. المنتخب النسوي الفوتسال يعني بدا تقريبا منذ حوالي 3 سنوات، تغيير مدربين وصولا الى المدرب عادل السايح اللي ما كانش عنده خبره في كره القدم النسويه، ولكن عنده خبره في الفوتسال، لانه اشتغل في الاطار ديال التدريب في 3 قارات مختلفه. عنده اطار تدريب في الولايات المتحده، عنده خبره في القسم الاسيوي، ومنذ انشاء الاداره التقنيه تقريبا منذ حوالي 5 سنوات وهو كيشتغل فيها. اكيد مع اللي كيأثر هذا العمل كامل هو الناخب الوطني والخبير الدولي هشام الدقيق، هو اللي كيشرف على هذا العمل كامل. والناخب الوطني يعني كوتش عادل السايح ديال النسوي صرح على ان في البدايه ديال كاس افريقيا في المؤتمر ما قبل البدايه اكد على ان هذا الاشتغال كيتم بمساعده هشام الدقيقي ونتاج واحد العمل جماعي ديال الاداره التقنيه، ولا ننسى دور اللاعبات، لان اللاعبات التزموا بهذه المساله مع المدرب، وكنشوف واحد الشراسه. كان مساله الشراسه لان واحد القوه هجوميه. انا عن نفسي متتبع للفوتسال منذ سنوات ولم اكن اتوقع على انها تكون الشراسه الهجوميه. شفنا انتصارات عريضه في دور المجموعات، شفنا التفوق اليوم 5-1 امام
امام انغولا، رغم ان انغولا هو اكثر منتخب كان كيخوفني وكان كيخوف عديد السيح كما صرح سابقا، وتجاوزناه بواحد 5-1. تابعنا مقابله اليوم بدا واحد الشكل متحفظ المنتخب انغولي، لكن في دقيقة اللي فتح فيها اللعب شفنا التقدم ديال المنتخب الوطني المغربي تقدم. برأيك السيد القشيني، يعني ما الذي ميز مسار لبؤات طيلة مشوارهن يعني في نهائيات الكأس الافريقي، والى اي حد استعادت كرة القدم المغربية النسوية داخل القاعة وهجها وقوتها وبرقها على ضوء هذه الانجازات؟ اكيد المسار ديال المنتخب الوطني المغربي كما اشرت سابقا هو الشراسه ديال اللاعبات، هو الانضباط التكتيكي، هو الشكل التكتيكي اللي اتخذ عديد السيح اللي 4-0 كما كنعترفوا به في الفوتسال، لان ما عندناش واحد اللاعب بيفو في المنطقه الاماميه اللي ممكن يشكل واحد القوه هجوميه اضافيه، وبالتالي كان علينا نشتغلوا بشكل جماعي. يعني الروح الجماعيه ديال اللاعبات ومساله مهمه اشدد عليها هو التالق ديال الحارسه كوثر بن طالب عميده المنتخب الوطني المغربي، ومن بين الاثار ديال التالق ديالها والتميز ديالها لان حارسه ديال فريق الفتح الرياضي كما اكد لي احد الاصدقاء فانها تدربت على يد رشيده مرشح اللاعبه الحارسه السابقه للفتح الرباطي وللمنتخب الوطني المغربي والمدربه السابقه للفتح، وهي كانت حارسه متميزه. يعني العمل الجماعي، الانضباط التكتيكي، الشراسه الهجوميه والتالق ديال الخط الدفاعي. بعد التاهل النهائي صعب ينتظر لبؤات امام منتخب تنزانيا، كيف تتوقعون تتعامل العناصر الوطنيه مع مجريات النهائي لتحقيق اللقب؟ اكيد باش لعبنا المقابله الاولى امام المنتخب الناميبي والكاميروني ثم الانغولي باش غادي نلعبوا امام المنتخب التنزاني. انا لا استسهل المنتخب التنزاني، لكن اثق في قدرات المنتخب الوطني المغربي. شفنا باللي راه عندنا واحد الاسلوب هجومي ديالنا، شفنا التدبير ديالو، نحن في ارضنا امام جماهيرنا ملي كتكون واثق في الاسلوب الهجومي ديالك فما خصك تعطي الفرصه للخصم، وبالتالي خاص يكون الدفاع منذ بدايه المقابله الى نهايتها. اتوقع اكيد فوز المنتخب النسوي في هذه المقابله النهائيه امام المنتخب التنزاني، ورغم انه ما غاديش يكونوا فقط اعتمادين على الاسلوب ديالنا، لكن غادي نراعيو الخصوصيه ديال المنتخب التنزاني، رغم ذلك كل ثقه في اللاعبات وفي الكوتش عديد السيد. شكرا جزيلا لك سيد